حياكم الله مشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية من فضائية كركوك، معي أنا رندا سامان، وهذه بداية من العناوين. باف الجلال طلباني يبحث مع وفد من قوات التحالف الدولي عددا من الملفات الأمنية والعسكرية. رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يؤكد أن العراق طوى فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد بإنهائه ملف التعويضات للكويت. المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأول من مطلع الشهر المقبل. مدير بلدية كركوك يكشف عن وضع خطة لإعادة تأهيل جميع جسور المشاة. ملتقى الفن والسلام في قضاء كفري يختتم فعالياته ونشاطاته بحضور جمع كبير من فناني كردستان والعراق. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل باف الجلال طلباني في مدينة السليمانية وفدا من قوات التحالف الدولي برئاسة الكولونيل تود بورو، وخلال اللقاء أكد الجانبان ضرورة تطوير العلاقات والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية. وأشاد باف الجلال طلباني خلال اللقاء بدور قوات التحالف في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، مشددا على ضرورة استمرار دعمه لقوات البيشمركة لمواجهة التحديات الأمنية. وأوضح باف الجلال طلباني أن مخاطر الإرهابيين ما زالت قائمة، ونحتاج في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى إلى التنسيق والعمل المشترك بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية والتحالف الدولي لكي نتمكن من إبعاد المخاطر وسد الثغرات الأمنية باستراتيجية عسكرية جديدة. وقدم باف الجلال طلباني نبذة عن خطوات تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة للوفد الضيف، وأكد الاستمرار في إنجاح هذه الخطوة الوطنية، لأن الاتحاد الوطني حريص على بناء قوات كردستانية موحدة ومسلحة ومدربة وفق الأسس العلمية العسكرية الحديثة، وإن دعم قوات التحالف مهم جدا لتحقيق هذا الهدف السامي. وفي جانب آخر من اللقاء بحث باف الجلال طلباني مع وفد التحالف الدولي العديد من الملفات الأمنية والعسكرية، وأوضح رؤيته حول التطورات الأمنية وعرض قراءته للأوضاع الراهنة ومتطلبات المرحلة. أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أنه بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت يطوي العراق فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد. وقال رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح إنه وبإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت نطوي فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة. وأضاف رئيس الجمهورية أن العراق ينطلق اليوم نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع. أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي إن مجلس الأمن الدولي أنهى تفويض لجنة التعويضات. وذكرت بعثة يونامي في بيان أنه يوم تاريخي لشعب العراق بعد أن أنهى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض لجنة التعويضات فيما يتعلق بتعويضات العراق للكويت. وأضافت أن العراق جدير بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار. وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول إنهاء العراق ملف تعويضات الكويت، وقرر إخراج العراق من إجراءات الفصل السابع بعد دفع كامل التزاماته المالية. أقام مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني
حفلا تأبينيا بمناسبة مرور 40 يوما على رحيل المناضل ستار نايلي. وحضر الحفل التأبيني مسؤولة وأعضاء وكوادر مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني وعائلة المناضل الفقيد. نظم مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني حفلا تأبينيا بمناسبة مرور 40 يوما على رحيل المناضل ستار نايلي بحضور مسؤولة وأعضاء وكوادر مركز تنظيمات بغداد وعائلة المناضل الفقيد. احتراما وإجلالا وإكراما لأخونا العزيز رفيقنا السيد ستار نائلي اللي معروف بأبو شوان. هو كان أحد مناضلي صفوف اتحاد وطن الكردستاني بدرجة كارجر ملباد اللي رحل عنا قبل 40 يوما. وهذه العادة اللي اتحاد وطن الكردستاني يحترم ويفتخر بأعضائه. ولهذه المناسبة قام مركز بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني بحفل تأبيني بمناسبة 40 يوما على رحيل أخونا هفال ستار نائلي بسبب مرض اللي عانى في الآونة الأخيرة. وكان كاك ستار نائلي عاش عمره في حياة صعبة، ومن بداية عمري التحق بصفوف المناضلين الكرد في ثورة أيلول، وبعد ذلك التحاقه من بداية تأسيس اتحاد وطن الكردستاني التحاقه بصفوف اتحاد وطن الكردستاني، وناضل وعمل في تنظيمات سرية. المشاركون في الحفل التأبيني استذكروا المواقف الوطنية للمناضل الفقيد ومقارعته للنظام الدكتاتوري البائد تحت راية الاتحاد الوطني الكردستاني وقائده فقيد الأمة الرئيس مام جلال. استذكر مركز بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني بحضور السيدة رافعة حمد مسؤولة المركز وحضور كوادر وأعضاء وعائلة الفقيد ستار نايلي لإقامة 40 الفقيد الراحل. وبهذه المناسبة تم إلقاء كلمة من قبل السيدة مسؤولة المركز وممن واكبوه سيرة حياته النضالية التي امتدت لأكثر من 4 عقود. وكما استذكر رفاق دربه ممن واكبوا نضالي في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان المرحوم ذا شأن بين زملائي ورفاق دربه، وضحى بوقته وعانى ما عانى من النظام البائد. نشكر الست رابح والاتحاد الوطني الكردستاني على هذا الحفل قام على مد والدي العزيز، ونشكر الحضور كلهم. ما أعرف يعني شلون أعبر عن إخلاصي لهم وعن وفاهم وعن اللي سواه إنه مو قليل. المناضل ستار نايلي المعروف أيضا بأبو شوان كرس حياته في سبيل قوميته والنضال في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني ضد النظام البائد ومقارعة الدكتاتورية من أجل الحرية لشعب كردستان. قررت المحكمة الاتحادية تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأول من مطلع شهر آذار المقبل. وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها التداولية للنظر في دعوى الطعن بقرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وقال المدعي النائب باسم خشان خلال مرافعة قدمها أثناء الجلسة إن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية مخالف للقوانين والدستور، لأن هذا العمل جاء لإرضاء بعض الأطراف السياسية. الدفوع اللي قدمناه جدا بسيطة، هو أنه رئيس مجلس النواب انفرد بقرار مو من صلاحيته خلافا للقانون، قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وخلافا لأحكام الدستور. وبالنسبة لدفوع المدعى عليه حقيقة عززت قناعتي بهذه الدعوة، والغاية من هذه الدعوة هو إلزام الجهات الحكومية والرسمية والسلطات الثلاث بأحكام القانون والدستور. كشفت بلدية كركوك عن وضع خطة لصيانة جسور المشاة في المدينة وإعادة تأهيلها.
وقال مدير بلدية كركوك أنه تم إنشاء جسور المشاة لخدمة المواطنين في كركوك، معربا عن أسفه لقيام بعض ضعاف النفوس بتخريب هذه الجسور وسرقة أجزاء منها. وأوضح مدير بلدية كركوك وضع خطة لصيانة جسور المشاة في المدينة وإعادة تأهيلها في حال توفر المخصصات المالية. بالنسبة لجسور المشاة، أنشئت هذه الجسور أو نصبت لأجل تسهيل مهمة سير المواطنين أو عبور على الشوارع الرئيسية، لكن مع الأسف الشديد بعض ضعاف النفوس يقومون بقلع جزء البليت العلوي أو بسرقة الماطور. مع الأسف الشديد نحن فاتحنا الجهات المعنية هي المحافظة لتفاتح بطريقها الجهات الأمنية لمنع هكذا ظواهر حالها حال غطاء المنهولات الذي يتم سرقتها وتعيق سير تسبب مشاكل للمركبات. هذه وضعت مثل ما قلنا لتسهيل عبور المواطنين. أعرب سواق مركبات الحمل في كركوك عن استغرابهم من عودة أزمة وقود الغاز إلى الواجهة مجددا. سواق المركبات العاملة على وقود الغاز أكدوا في تصريحات لفضائية كركوك أنهم يضطرون للانتظار لساعات طويلة أمام محطات تعبئة الوقود من أجل الحصول على الغاز. كما طالب سواق المركبات الجهات المعنية بالتدخل لحل هذه الأزمة، معربين عن استغرابهم من تكرار أزمة الوقود سيما في مدينة غنية بالموارد النفطية مثل كركوك. احنا طبعا كمواطنين كركوك، وكركوك غني بالنفط، غني بالنفط ويسموه الذهب الاسود. زين انا من الساعه 8 واقف لحد الان، وسرايا بعد يمكن ساعه الاخ ما لحق. زين انا الشغل، عايفين الشغل وعايفين رزقنا يومي، هذا حالنا. يوم اكو 4 ايام ماكو، 5 اكو، اسبوع ماكو، لا عندنا غاز لا عندنا نفط، حتى البنزين تجاري ما ينطونا. بنزين تجاري تروح سرة ما ينطوك. يعني هذا الحال متى؟ هسه احنا تبهدلنا يوميا، هذا حالنا. لا طبعا نوم ما عندنا، مرات انا من وحده اجي هنا، بل وحده الليل اجي هنا اوقف سرا يلا لحق. او في البيت او في الجهاز، انا مرات حتى دوريات يحاسبونا هنا. تنظم أكاديمية سيسكو للشبكات والحلول البرمجية أول مهرجان علمي تكنولوجي في كركوك على مستوى جميع الجامعات العراقية. وتنطلق فعاليات مهرجان كركوك للتكنولوجيا والابتكار في 13 من شهر آذار المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة العديد من المختصين في مجال التكنولوجيا. كما يتضمن المهرجان مسابقة علمية بين جميع الجامعات العراقية ومعرضا للأعمال اليدوية والكتب العلمية. احنا كأكاديمية سيسكو للشبكات والحلول البرمجية سنقوم بعمل مهرجان علمي تكنولوجي على مستوى جميع الجامعات العراقية. راح تكون بعنوان مهرجان كركوك للتكنولوجيا والابتكار. راح تكون تتضمن المهرجان لمدة 3 أيام من يوم 13/3 ولغاية 15/3. يوم 13/3 راح تكون مجموعة مختصين في مجال التكنولوجيا والمعلومات يتحدثون عن أهم التكنولوجيا الحديثة والتقنيات. يوم الثاني راح تكون هناك مسابقة علمية بين جميع جامعات العراقية بالمشاريع التخرج المرحلة النهائية للكليات، بهدف منها من تكون أول على مستوى العراق ومن تكون الثاني ومن تكون الثالث. اليوم الثالث راح تكون يوما للأعمال اليدوية ومعرضا للكتب العلمية. الهدف من المهرجان راح تكون هي توعية المشاركين عن التكنولوجيا واعتماد على القطاع الخاص، أن لا يعتمدوا فقط على القطاع الحكومي، وإيجاد فرص عمل لهم، بما أنه إحنا واحد من الرعاة المهرجان هي هيئة استثمار كركوك، فبالتالي بالأكيد راح يحضرون ويانا مجموعة من المستثمرين، في سبيل أن تكون هناك إيجاد فرص عمل للمشاركين من الطلبة. نعم. أحب هنا ما أذكر اللي دعمونا للمهرجان. الراعي الرسمي هو راح تكون جامعة الكتاب، راعي البلاتيني شركة آسيا سير مشكورا، وراعي الذهبي هيئة استثمار كركوك، وراعي الفضي شركة كرمانج للأبنية والإنشاءات،
وكذلك إلى مجموعة شيل للأعمال للمعالجات والعزل الحراري. أمنيا، كشفت خلية الإعلام الأمني عن تدمير أوكراني لإرهابي داعش بضربة جوية في محافظة كركوك. وذكرت الخلية في بيان أنه وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F-16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها كهفين يستخدمان كأوكرين للعناصر الإرهابية في منطقة قشقاية ضمن محافظة كركوك. وأضافت أنه تم تدمير الأوكراني بالكامل، وفي غضون ذلك خرجت قوة أمنية إلى المكان المستهدف. اختتمت في مدينة كفري فعاليات ونشاطات ملتقى الفن والسلام بدورته الثالثة بحضور جمع كبير من فناني كردستان ومختلف مدن العراق. وتضمن الملتقى العديد من الفعاليات الفنية المتنوعة بمشاركة فنانين من مختلف المكونات. اختتمت في مدينة كفري فعاليات ونشاطات ملتقى الفن والسلام بدورته الثالثة، والتي استمرت على مدار 3 أيام وسط حضور كبير من الوسط الفني والثقافي من كردستان ومختلف المدن العراقية. لا شك الثقافة والمهرجان والمعرفة هو أهم جسور التقارب لكل المجتمعات الإنسانية. فمن خلال الثقافة عرفنا الأدب الإنجليزي، ومن خلال الثقافة عرفنا الأدب الفرنسي، ومن خلال الثقافة عرفنا جميع الأدب الروسي وهكذا. وبالتالي الثقافة والمعرفة الوحيدة التي لا تعرف جنسية وإنما تعرف الإنسانية، لأنه من خلال الثقافة نفتح آفاق الإنسانية بشكل كبير. وأعتقد ما هذا الملتقى الفن والسلام في كفري إلا نموذج طيب وحقيقي لهذه المعرفة ولهذه الثقافة، ذلك أنها تعبر عن جسرا حقيقيا لتبني جميع فئات المجتمع العراقي. طبعا الملتقى الفن والسلام في كفري للسنة الثالثة. المراسيم طبعا لها خصوصيات وخصائص جيدة في كفري نظرا لما مر به العراق في مراحل سابقة من نزاعات. إن السياسيين لم يتمكنوا من حل ما يسمى بالنزاع الداخلي بين القوميات، ولكن الفن لها دورا أساسيا في بناء مجتمع سلمي يعتمد أو يتبناها القوميات المتعددة في قضاء كفري كنموذج صغير للعراق بأكمله. مشاركون في ملتقى الفن والسلام أشاروا إلى أهمية إقامة هكذا أحداث فنية لتعزيز أواصر التعايش السلمي والوئام بين مختلف المكونات، فيما أشادوا بدور مدينة كفر العريقة في احتضان هذا الملتقى الفني. كفري مدينة التآخي، لأن كفري مدينة الأخوة من قوميات متعددة، بها قوميات تركمانية وكردية وعربية، والهدف من هذه الملتقات هي جمع الحضارة، هي الأخوة، هي الرمز التعايش، إظهارها إلى العالم الآخر وإلى العالم بأكملها، بأن مدينة كفري هي مدينة الأخوة ومدينة السلام. والأهم من ذلك نظهر هنا في مدينة كفري أن مدينة كفري هي مدينة المقامات، مدينة الفن، مدينة الرسامين والفنانين. كما هو المعلوم دائما مدينة كفري مدينة الفن والسلام والمقامات والأخوة والسلام دائما مع جميع القوميات، وستبقى مدينة كفري مدينة السلام والفن دائما إلى الأبد. مدينة كفري العريقة بتاريخها الفني والثقافي والحضاري استقطبت إقامات كبيرة في مختلف ألوان الفن التشكيلي والمسرحي والسينما، وهي تبعث بذلك رسائل عدة عن السلام والمحبة من خلال النصوص المسرحية واللوحات التشكيلية والعروض التي قدمت خلال هذا الحدث المهم. أقامت جامعة قلقامش الأهلية في بغداد وبالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية ندوة تحت عنوان آفة المخدرات وتأثيراتها الاجتماعية والنفسية والأمنية. وسلط الضوء خلال الندوة التي حضرها العديد من الشخصيات والجهات ذات العلاقة على الآثار السلبية للمخدرات والمؤثرات العقلية.
بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، أقامت جامعة جلجامش الأهلية في بغداد ندوة تحت عنوان آفة المخدرات وتأثيراتها الاجتماعية والنفسية والأمنية، بحضور العديد من الشخصيات والجهات ذات العلاقة. قانون مكافحة المخدرات رقم 50 واضح بمواده، ويميز بين المتعاطي وبين المتاجر وبين المروج، والمواد القانونية قد تصل إلى الحكم المؤبد أو الإعدام، وفي ذات الوقت أعطى فسحة ومجال للمتعاطين دون المتاجرة أنه ممكن أنه يعني يسلم نفسه ويصبح مريض ويتم بالتالي علاجه. على كل حال وزارة الداخلية مستمرة بجهودها، وإن شاء الله هذا الجهود بتعاونكم يثمر عن الحد من هذه المشكلة. المخدرات هي الطريق إلى تدمير الفرد والأسرة والمجتمع. المخدرات هي الطريق إلى السرقة، المخدرات هي الطريق إلى الجريمة، المخدرات هي البوابة لكل الجرائم الشاذة اللي دخلت على مجتمعنا. الحقيقة تعمل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية استنادا لما جاء بقانون المخدرات رقم 50 في استهداف هؤلاء العصابات الإجرامية. بدنا نضم الجانبين، الجانب الأول هو الجانب الأمني عن طريق المعلومة المعلومة الاستخباراتية، عن طريق المعلومة اللي يقدمها المواطن اللي هو عن طريق الخط الساخن للمديرية العامة اللي هو 178 للتبليغ عن هؤلاء العصابات الإجرامية. يعني احنا فيما يخص ضبطياتنا حتى القاء القبض الشهر الماضي على أكثر من 1300 متهم بالتجارة والترويج والتعاطي. طبعا كان للمواطن دور كبير في إلقاء القبض على هؤلاء العصابات الإجرامية. المشاركون في الندوة سلطوا الضوء على الآثار السلبية للمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الإشارة إلى بعض الأمثلة عن الجرائم المرتكبة بسبب هذه الآفة الخطرة. حقيقة هذا الأمر يحتاج إلى جهد مجتمعي كبير، على اعتبار أن سرعة انتشار المخدرات لم تكن بهذا التوقع. الآن بعض التصريحات اللي شبه الحكومية تقول أن نسبة المتعاطين بين الشباب وصل إلى 50%، في حين عند المقارنة مع بلدان أخرى التي لها باع طويل في المخدرات من قبيل مثلا مصر على سبيل المثال نسب الانتشار 10%. فهذا الأمر يعني لم يتم تداركه، فهو ينبئ بكارثة اجتماعية كبيرة ربما تدخل حتى في أدق تفاصيل أفراد الأسرة. واليوم نلاحظ هذا الاهتمام الإعلامي وهذا الجهد حقيقة الإعلامي والمحاضرات والندوات، لكن هذا الأمر لا يكفي. الأمر يحتاج إلى جهد حكومي يبدأ أولا من القانون بتفعيل وتجديد مواد القانون التي تحاسب على المخدرات، وخاصة المروجين والتجار التي كانت في السابق عقوبتها إعدام، الآن تم تخفيفها. وكذلك الرقابة على المنافذ الحدودية، على أن المخدرات لا تهبط إلينا من السماء، بالتأكيد هي تأتي من منافذ معينة ومنافذ معروفة، فهذا الأمر يحتاج جهد أمني. أما في الجانب النفسي والاجتماعي فمن الضرورة بمكان أن ننشر الثقافة النفسية، أن نثقف الأهالي في علامات التعاطي حتى ينتبهوا لأبنائهم. القضاء على انتشار المخدرات وسط المجتمع العراقي يتطلب تضافر الجهود وتكثيف العمل من خلال إقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات التي تحذر من خطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، وسط دعوات للاستمرار بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة. في الشأن الصحي، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تراجع إصابات كورونا خلال الأسبوع الحالي لا يعني مغادرة مرحلة الخطر، مشيرة إلى أن عودة الارتفاع أمر متوقع في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن الانخفاض الذي حصل خلال الأيام الماضية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا يعني أن العراق قد تجاوز مرحلة الخطر، مبينا أن الاحتمال لم ينقطع بظهور موجات وبائية جديدة أو متحورات أخرى غير التي تم تسجيلها في العراق. وأشار إلى أن وزارة الصحة تتابع مع جميع الجهات المحلية والإقليمية والدولية موضوع المتحورات الجديدة والفيروسات التنفسية وخصوصا كورونا، مشددا على أن الإصابات في العراق أكثرها بمتحور أوميكرون بمعدلات تصل إلى 80%، مبينا أنه في حال تسجيل متحور جديد سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.
وأوضح البدر أن انخفاض نسب الوفيات والإصابات بعد انحسار الموجة الوبائية الثالثة أدى إلى تراخٍ كبير في تلقي اللقاحات، مبينا أن ارتفاع الإصابات مرة أخرى أمر وارد للغاية. كشفت وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية عن أن التضخم في العراق ارتفع بنسبة 6%. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي إن عوامل داخلية وخارجية عدة تقف وراء التضخم السنوي للعملة في البلاد، إلى جانب حجم الكتلة النقدية الموجودة في التداول ونسبة الاستثمار. كما أكد ارتفاع مؤشر التضخم خلال هذا العام بنسبة 6%، وهو ارتفاع طبيعي ومنطقي بحسب الواقع الاقتصادي للبلد، لا سيما بعد أن شهدت المؤشرات ارتفاعا لافتا على مستوى العالم، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وارتفاع الأسعار عالميا. وأضاف الهنداوي أن العامل الرئيسي لارتفاع وانخفاض التضخم مرتبط بحجم كتلة العملة النقدية الموجودة للتداول والاستثمارات والاستيرادات. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن قرابة 2 مليون عراقي يعانون من قلة استهلاك الغذاء، فيما بين أن 7% من العائلات تبنت استراتيجيات التأقلم مع شح الغذاء بالمشابه لفترات الطوارئ. وقال ممثل البرنامج في العراق علي رضا إن انخفاض قيمة الدينار أثر في القدرة الشرائية للمجتمعات الهشة بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية، مشيرا إلى أن معدلات الحصاد المنخفضة في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار كمصدر للري خلال الموسم الزراعي قد فاقمت من أزمة انهيار العملة المحلية. وأضاف أنه ومع تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا، فإن أكثر من 31% من العراقيين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد، بحسب تقرير وزارة التخطيط بدعم من اليونيسيف والبنك الدولي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية في تموز من العام الماضي. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات جديدة على روسيا، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في أوروبا. بدوره أعلن رئيس الوزراء الكندي فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وقال أنه سيتم الحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية، كما سيتم فرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة. الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا دخلت الأزمة الأوكرانية منعطفا جديدا وتصعيدا من الجانب الروسي ينظر بوقوع مواجهة بين الجيشين الأوكراني والروسي الذي ينشر أكثر من 100,000 جندي على الحدود المشتركة. ووافق مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر جنود روس في الخارج بعدما طلب إرسال قوات لدعم الموالين لروسيا في أوكرانيا. وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجلس الاتحاد الموافقة على إرسال جنود روس لدعم الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الذين اعترف باستقلال منطقتهما. وبعد مناقشة سريعة وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على الطلب بتصويت الأعضاء 153. وعلى خلفية هذا القرار أصدر الجيش الأوكراني أمرا بتعبئة جنود الاحتياط. وقالت القوات البرية الأوكرانية أنه سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما، مبينة أن الحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد. من جانبها دعت وزارة الخارجية الأوكرانية مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.
إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات جديدة على روسيا، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في أوروبا. وقالت بايدن في كلمة إن روسيا بدأت بإجراءاتها الأخيرة للهجوم على أوكرانيا، معلنا فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف نخبتها. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا بدأت الآن، وأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين بالفعل. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في أوروبا، لكنها لا تنوي خوض الحرب مع روسيا. وقال إنه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول البلطيق. بدوره أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وقال: سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية، وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة. من جهته أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش روسيا بسبب تصعيدها في النزاع بشأن أوكرانيا، داعيا إلى الامتثال للقوانين الدولية. وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في شرق أوكرانيا، وقال إن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة انتقائية. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أن مصالح بلاده وأمنها غير قابلة للتفاوض. وفي كلمة متلفزة قال بوتين: لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا. انتهت النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.